أيها الإخوة الكرام، وإن مما بدأ ينتشر اليوم في زماننا خلق من الأخلاق السيئة. قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر الله تعالى باجتناب أكثر الظن حتى لا يقع المرء في سوء الظن. وإذا نظرت اليوم في واقعنا فتجد أن سوء الظن له تأثير سيء في الواقع. فكم طلقت من زوجات، وكم فشلت من تجارات بسبب سوء الظن، وكم ضيعت من أموال، وكم شرد من عيال بسبب سوء الظن، وكم أزهقت من أرواح، وكم سجن من أشخاص بسبب سوء الظن، وكم وقعت من خصومات ومن مشكلات كبار بسبب سوء الظن، وكم عصي الملك العلام وقطعت الأرحام بسبب سوء الظن. فلله العجب مما يفعله سوء الظن في الأزواج وبين الأبناء وآبائهم وبين الجيران، بل ربما دخل أحيانا بين بعض طلبة العلم فقطع الأوصار التي بينهم، وبدل أن يتعاونوا على البر والتقوى ربما بدأ بعضهم يكيد بالآخر ويشتغل في عرضه وينهى الناس عن اتباعه أو الصلاة معه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الظن عموما، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، يعني إياك أن تظن شيئا ثم تتخذ قرارا في حياتك بناء على هذا الظن. قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، ثم قوله بعدها: ولا تجسسوا، لأن الإنسان إذا ظن شيئا بامرأته ظن ظنا سيئا، أو ظنه ربما بجاره، أو ظنه بأخيه أو بولده، أو ظنته الزوجة بزوجها، أو الولد بأبيه، بدأ بعد ذلك يقع في أنواع من المعصية، جره ذلك إلى التجسس عليه، جره ذلك إلى التحسس، وهو أن يبدأ يسأل الناس: هل رأيتم فلانا يفعل كذا؟ هل علمتم أنه يفعل كذا؟ هل ظننتم أنه يفعل كذا؟ فيتجسس بنفسه ويتحسس الأخبار عند الآخرين، ثم بعد ذلك يقع في الدبران في أن يدبر عن إخوانه ويقاطعهم. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: إياكم والظن، ثم بين عاقبة هذا الظن فقال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا.